أخاطب قادة الخليج وحكام الخليج وحكماء الخليج، أخاطب ملوك الخليج وشيوخ الخليج وأمراء الخليج، ونحن نقدر لهم مواقفهم التي وقفوا بها مع إخوان لهم ووقفوا فيها معنا على مر الأيام. نقول لهم بكل تقدير واحترام: يا إخواننا ويا أهلنا ويا أولي الأمر في هذه الأمة، بلغ السيل الزبا وطف الصاع حتى ضاق وربى. يا إخواننا، إخوانكم في الأردن اكفهرت الخطوب أمامهم وضاقت الأخطار حولهم واشتدت من حولهم. هم لكم سند وظهير وعون ونصير، هم ردءكم وظهركم وعونكم. ضاقت بإخوانكم الأمور. حذاري ثم حذاري ثم حذاري أن يضعف الأردن أو أن يتعذى الأردن أو أن يحاط بالأردن، والأمور أخطر من أن توصف. فأين عونكم؟ أين هي أياديكم البيضاء؟ أين هي أموالكم؟ أين هي ثرواتكم؟ ألا فلنعتبر بما يجري في سوريا وفي العراق وفي اليمن والآن في البحرين، والله أعلم ماذا يراد بنا وبهم. لئن اشتد الكرب على الأردن وحدث ما لا يحمد عقباه، لن يقف الأمر عند الأردن وحده، ستدور الدوائر على الجميع. أنا أنادي نداء استغاثة لإخواننا في الخليج أن ينقذوا الأردن ببعض ما أفاء الله عليهم، وسيكتب التاريخ وستحفظ الأجيال وسيذكر الناس أننا مددنا أيدينا إليهم وأننا نعاني ونقاسي ونكابد. فماذا هم قائلون وبما هم مجيبون؟ ليس أمامنا بعد الله، وقد لجأنا إليه في دعاء كرب وشدة، إلا أن يقف إخواننا معنا. لقد جاب ملك البلاد عميد آل البيت الهاشمي وفقه الله البلاد في أنحاء العالم، يذكر بالقضية الفلسطينية، يذكر بالإسلام، يذكر بالخطر